بزاف ديال الناس كيتسائلوا جاري خدا 500 درهم، واحد السيد في العائله حتى هو وصلوا الدعم ولكن انا ما وصلني والو. علاش؟ في هذا الفيديو غادي نشرح لك ببساطه وخطوه بخطوه الاسباب اللي ممكن تكون خلاتك ما استفدتيش، والاهم شنو هو الحل. اول حاجه واهم حاجه خاصك تتاكد منها هي التسجيل. العمليه فيها جوج مراحل اساسيه ما يمكنش نتجاوزوهم. المرحله الاولى هي السجل الوطني للسكان اللي كتاخذ فيه المعرف الرقمي ديالك، والمرحله الثانيه هي ان رب الاسره خصو يسجل الاسره كامله في السجل الاجتماعي الموحد. الا شي خطوه من هادو ناقصه او المعلومات فيها غلطه، الملف ديالك اصلا ما كيدوش المرحله ديال الدراسه. ببساطه الدوله دايره واحد النظام ديال التنقيط باش تعرف المستوى المعيشي ديال كل اسره، وهنا فين كاينه النقطه الاساسيه اللي حيرات بزاف ديال الناس، الا وهو المؤشر. هذا المؤشر كيتحسب بناء على بزاف ديال الحوايج اللي صرحتي بهم. مثال على ذلك، شحال كتستهلك ديال الماء والضوء، واش عندك تليفون واحد ولا جوج، واش عندك شي طوموبيل، النوع ديال السكن، وحتى عدد الافراد ديال الاسره كيلعب دور. الدوله حدات واحد العتبه، يعني واحد الحد اقصى للمؤشر بالنسبه للدعم المباشر. هذه العتبه هي 9.74. الا كان المؤشر ديال الاسره ديالك فايت هذا الرقم ولو غير بشويه، النظام اوتوماتيكيا كيعتبرك غير مؤهل للاستفاده. سبب اخر شائع هو الاخطاء في المعلومات. ممكن تكون بدلتي نمره التليفون اللي تسجلتي بهم اول مره والنظام ما لقاش كيفاش يتواصل معك، او ربما رقم الحساب البنكي فيه شي غلط، او يقدر يكون شي فرد من الاسره خرج من الدار ولكن مازال مسجل معكم. هذا الشيء كيأثر على المؤشر. مزيان، دابا عرفنا الاسباب، ولكن شنو هو الحل؟ الخطوه الاولى خاصك تدخل الموقع الرسمي ديال الدعم الاجتماعي المباشر. ملي تدخل الحساب ديالك غادي تلقى الوضعيه ديال الملف ديالك يا اما مقبول او مرفوض او في طور المعالجه. الا لقيتيه مرفوض الموقع كيعطيك السبب بالضبط، وغالبا غيكون هو ان المؤشر ديالك فايت العتبه. الا كنتي كتشوف ان المؤشر ديالك ما كيعكسش الوضعيه الحقيقيه ديالك وانك تستحق الدعم، عندك الحق تقدم شكايه. كاينه بوابه خاصه بالشكايات فين كتشرح الوضعيه ديالك وتقدر تطلب اعاده النظر في الملف. اذا المساله ماشي شخصيه، هو نظام الكتروني دقيق كيعتمد على المعلومات اللي صرحتي بهم. تحقق من الملف ديالك، صح المعلومات ديالك، وما ترددش تقدم شكايه الا كان عندك الحق. نتمنى هذا الشرح يكون فادكم. بارطاجيو الفيديو مع الناس اللي محتاجين هذه المعلومه، وخليوا لي في التعليقات اي سؤال عندكم. تبارك الله عليكم.